النهاردة هنعمل مع بعض الشاورما المصري بتاعة المحلات المشهورة، وهنعملها تطلع بالظبط نفس الطعم والريحة وأحلى كمان. وعايزة أقولكوا إن دي أظبط وأحلى شاورما مصري هتجربوها وهتدعولي بجد. هنقدمها مع بطاطس محمرة كده زي ما انتوا شايفين، والساندوتش بيحكي عن نفسه، يعني أنا مش هتكلم عنه كتير. اللي ما يعرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، أنا ريهام. لايك وشير كتير للفيديو واشتراك او متابعة منكم عشان يوصلكم مني كل جديد. وبصوا بقى على جمال الشاورما بتاعتنا وعليها صوص الطحينة، بجد خطير وطعمه فوق الخيال. وهقول لكم على مكونين سريين، هم دول اللي بيجيبونا من اخر الشارع. هنا معانا هنقول للجزار عايزين لحمة تكون بتستوي بسرعة ومتقطعة شاورما رفيع كده، تمام زي ما انتوا شايفينها كده، تكون بتستوي بسرعة. انا حاطه فيها حتت من الدهن كده عشان طبعا السيخ بتاع الشاورما بيبقى فيه اللحمة والدهون وكده مع بعض، فعشان يدينا نفس التيست. حط عليها كوباية كبيرة من مية البصل وكوباية كبيرة من اللبن الرايب او الزبادي المتوفر عندكم، وهحط عليها التوابل بتاعتنا اللي هي بهارات لحمة وملح وفلفل ورشة بسيطة جدا من القرفة، تمام. هنقلب هنقلبها كويس جدا في التتبيلة بتاعتها، وهنسيبها في التلاجة لمدة 3 ساعات دي أقل حاجة، أو لو مش مستعجلة عليها هنسيبها يعني يفضل لتاني يوم في التلاجة. أنا دلوقتي كده هاخدها أدخلها التلاجة، وبعدين هنا بعد ما مر 3 ساعات هنحط في طاسة كبيرة أو صينية كبيرة المتوفرة عندك برضو أو جريل، هنحط معلقتين من الزيت. ولازم لما تحطي الشاورما بتاعتك تشوفي الطشطشة دي كده كويس، بس طبعا تخلي بالك يعني عشان أنا اتبهدلت، تمام. ونبتدي بقى نقلب في الشاورما بتاعتنا كده على النار كويس، وأول ما تبتدي تاخد لون كده حلو، بصوا هنا كده كانت خلاص لون جميل كده وابتدت تدخل في السوا. هي أخدت بالظبط مني على النار 10 دقايق بالظبط. هنبتدي بقى ننزل عليها الخضار بتاعنا، طماطمايه كبيرة متقطعة مكعبات، والبصلاية برضو تقدروا تقطعوها كده أو مكعبات زي ما تحبوا، والبقدونس. وأنا هنا أول ما نزلت البقدونس شميت ريحة الشاورما اللي كنت بشتريها من بره بالظبط. ومش هي دي الحاجة مش هو ده السر بتاع ريحة الشاورما اللي بتجيبنا كده من آخر الشارع كده ونبقى واقفين مستنيين الدور بتاعنا عشان ناخد السندوتش. هنقلبها كده كويس. هننزل عليها دلوقتي، بصوا بقى الجمال، هننزل عليها دلوقتي بصوص طحينة متخفف بيديها تيست حلو قوي قوي يعني. لو مش حابين تحطوه عليها ما تحطيش، وخلي صوص الطحينة بره، بس يعني بينقلها في حتة تانية خالص. كده الشاورما بتاعتنا كده هنديها كام تقليبة عشان الصوص بتاع الطحينة. وبعدين ادي اول سر، النعناع الطازة، 4 ورقات من النعناع تفرميهم كده وتحطيهم على الشاورما بتاعتك، بجد الريحة خرافية 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 بجد. جربوا يعني وهتصدقوني. معلقة كبيرة من الخل، وده تاني سر، السرين بتوعنا النعناع الطازة ومعلقة الخل. كده خلاص هنطفي عليها، بس نحط معلقة الخل قبل ما نطفي عليها بدقيقة. بصوا بقى الجمال، السندوتش بيتكلم عن نفسه حقيقي يعني. أحلى شاورما مصري هتجربوها بجد، لذيذة يعني في منتهى اللذاذة، طعم خرافي. ونعتذر بقى لأبو حيدر وسمسمة عشان دي أحلى وأظبط شاورما مصري هتجربوها في حياتكم وهتدعولي. هنقدمها مع بطاطس محمرة زي ما انتوا شايفين كده، وهناخد سندوتش الشاورما بتاعنا هنحط عليه صوص طحينة لزوم بقى الدلع كده. سلام بقى لو حبة مخلل كمان. ما يعرفنيش او لسه بيتابعني جديد، انا ريهام. ولو لسه بتشوفوا الفيديو لحد هنا فشكرا ليكم ان انتوا بتشوفوا وصفتي للاخر. يلا